انا النهارده جايب لكم مخبز الزهور في العتبة بتاع الفينو الجميل بتاع زمان، وهنعرف كل خطواته وهتشوفوا الفينو بنفسكم. ما تنساش سبسكرايب الجميل. سلام. السلام عليكم، ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. العيش ده انتم متميزين فيه، ده بقاله يعني بلد قديم ده بتاع زمان دوت. في ناس كتير ما تعرفوش على فكره من الشباب اللي هم دلوقتي واخدين على الشباب الجديد. لا طبعا واخدين على العيش التاني اللي هو في الافران كلها التانيه موجود. اما ده عيش متميز ده الصراحه، ده تسيبه براحتك، ده ما يحصلوش زي العيش التاني، ما ينشفش. يقعد معاك 3 ايام ان شاء الله. طب احنا عاوزين نقول للناس بقى يعني المكان هنا بالظبط فين. يعني انا عشان اجي لكم جيت يعني سالت كذا مره. نقول للناس بقى المكان ازاي بقى بالظبط. المكان طبعا اقرب محطه العتبه، مترو العتبه. تمام. شارع عبد العزيز. شارع عبد العزيز. اللي في ظهرنا ده بقى ايه يعتبر؟ ده مسجد الازهر اللي هو في العشماوي، اول العشماوي. تمام. انتوا بقى بين في الممر دوت صح كده؟ تمام. 4 شارع عشماوي او 26 شارع عبد العزيز. 26. وبكام بقى الرغيف بقى؟ الرغيف ده بجنيه ونص. بجنيه ونص. انتوا شغالين 24 ساعه ولا في اي 24 ساعه طول ايام الاسبوع ولا في ايام الاسبوع؟ لا مفيش اجازه. عايزين يا شيف بقى، شيف زكريا وشيف اسلام كده تعرفونا بس ايه عجينه العيش اللي احنا هنوريه للناس بتاع زمان اصوله. ماشي، تقول لنا دلوقتي احنا صورنا دلوقتي ان انتوا بتعملوا العجينه بتاعته. ايوه تمام. احنا دلوقتي في انهي مرحله منه؟ دي مرحله تجهيز العجين للتكسير. يعني احنا بنجهز عشان نكسر في المكنه هنا كده، اللي هي مثلا انت كده بتفرد العجينه عشان تكسرها. دي بتتكسر كده، بيطلع بقى كل لقمه ايه قد اختها يعني. دي بتقسم العجين بالتساوي يعني. ده العيش بعد ما اتكسر اهو اتقسم بالظبط العجينه بتاعته. نخش بعد كده على المرحله الثانيه ان شاء الله، نشوف ايه التقسيمه بتاعته ازاي. كده انت يا شيف بقى ايه بتحطه في الصاج بقى بدي انا بقدر ارحل العيش وبجهزه ان هو يخمر ويطلع بره. دي المرحله اللي قبل التخمير على طول. اللي قبل التخمير، بعد ما بنخلصه كده بيخش بس غرفه التخمير دي، بياخد وقته المعين اللي هو من ساعه لساعه ونص. شايفين العيش وفنه، الشغل بقى اليدوي الجميل، مش الصناعي بقى، الشغل اليدوي الجميل. بص الشيف زكريا بيعمل شغل عالي. العيش ده بقى يعني عاوزين نقول للناس اللي ما تعرفوش ايه مدى الحلاوه بتاعته والفرق بينه وبين العيش التاني خالص اللي هم بيشتروه يعني. هو ده بطبيعته، ده مش واخد اي محسنات ولا اللي هو الشغل القديم اللي اتربينا عليه في المهنه، اللي هو من غير اي محسنات ولا الشغل الجديد ده. والحلاوه بتاعته ان هو بيتخبز على الطاقه، مش جهاز آلي وهواء سخن والكلام دوت، زي الافران اللي هي بتاعت الارياف بتاعت يعني الناس القديمه ديت، اللي هي لقمه البتاو او الحاجات اللي بتتخبز على النار الحيه، غير اللي بيتخبز على فرن بوتاجاز او هواء سخن او الحاجات دي. بيبقى ليه طبعا لقمه يعني مميز عن اي حاجه. عايزين نقول لكم كمان العيش ده بيتسوى على النار، مش بيتسواش بالسخونيه او اي حاجه، لا ده بيتسوى على النار. تمام. نار حيه على طول. نار حيه. هنشوفها الفرن بتاعه عامل ازاي، مش زي العيش اللي احنا بنجيبه مثلا بتلاقيه في الافران تانية بيبقى جاي من السخونيه، معمول بالسخونيه. العيش ده تسيبه يوم 2 هتلاقيه زي ما هو، ما بينشفش زي العيش التاني. بالظبط. ده المميزات بتاعته دي. ده من ضمن المميزات بالظبط بتاعته. العيش وطعمه جميل جدا. العيش ده عاوز اقول لكم يعني تقريبا 5% من الافران دلوقتي اللي بتشتغل فيه، لان هو عيش مميز جدا والناس بتحبه يعني. الصراحه الناس بتيجي هنا بتطلب عليه. دي مرحله غرفه تخمير. ده مرحله خمر الرغيف، بياخد درجات يعني. على ما بيوصل عند الباب هناك بيكون الرغيف جاهز ان هو يخش الفرن. بيقعد قد ايه بقى تقريبا بقى في التخمير ده؟ من ساعه لساعه وربع كده. من ساعه لساعه وربع. احنا هنبدا. ازيك يا شيخ حسام عامل ايه؟ اللي بيحضرها الشيخ حسام دي اسمها ايه يا شيخ بقى؟ بغاشة. دي حاجة بردك على قديمه بتاعت زمان بردك. الحاجات بتاعت زمان القديمة كده الجميلة اللي كتير من الناس ما تعرفهاش يعني هنا. هي بيتعمل منها حلو وحادق، بس اللي احنا بنعمله منها هنا حادق بس، حلو بس.
حلو بس دي بتبقى بايه يعني بالعسل ولا بالسكر مثلا ولا بايه؟ ديت عجينه عادي بيض وزيت وبتتبلط بزبده، بعد كده بتتقطع وبتتسوى وبتاخد عسل. حاجه بقى من بتوع زمان يعني، معرفش بقى الناس القديمه هي اللي هتلاقيها عارفاها اكتر من الناس الشباب اللي لسه صغيرين. حاجات المميزه هنا زي العيش كده اللي احنا صورناه مع الشيف زكريا ولسه هنكمله، حاجه ممتازه يعني الصراحه. انت بتعرف ازاي بقى اللي استوت يا احمد؟ ما انت بتدخلهم كلهم كده، تعرف ازاي بقى لهم استووا؟ في وقت محدد ببص عليه انا وبظبطها، عارف الحاجات دي هتاخد وقت مثلا. في عيش قد ايه؟ ايه ده؟ بس بقى ايه ده يا اسطى؟ كلهم بيبقى نفس الوقت يعني. ادي العيش اهو يا شباب، ثواني كده يا احمد. ادي العيش اهو اللي احنا بنتكلم عنه، شايفين جماله بعد ما اتخمر. ادي العيش اهو تاني اهو، عيش جميل بتاع زمان ده. تديله بقى وقت بتاعه بعد ما تخلص، لما يخلص الوقت بتاعه كله بيبقى وقت واحد ولا بتبقى مختلفة يعني فيها اختلاف في الوقت؟ هي القرص بتستنى شويه، بتطول شويه في الفرن. بس على حسب بقى، لو عشان اظبطها معايا، لو عايز اولع بولع عليها، مش عايزه بسيبها. بتعرف بقى بس ما شاء الله تعرف تجيبهم بقى وكده زي ما انت بتجيبهم بالايه بالعصايه دي كده. بتحافظ بقى التوزيع اللي انت موزعها دي صح؟ عشان الحاجه الاولانيه بسحبها الاولانيه، بس اللي حوالين اليمين الصاروخ لازم بتطلع الاول. لازم تطلع الاول. انت تحطهم بحسب درجه السوا بتاعتهم يعني، بتاخر السوا شويه بتبقى دي اللي جوه، واللي بيستوي بسرعه يبقى ده اللي على الوش بره صح؟ صح كده؟ هنرجع تاني لاحمد بس ما نشوف العيش بقى وهو طالع يعني حاجه ممتازه، بس نستنى ما نخلص العيش ان شاء الله. شايفين كده واحمد بقى بيقلب الحاجه جوه اهو، شايفين حاجه شغاله بالنار ازاي؟ شايفين؟ ما شاء الله حاجه جميله اهو، شغل يدوي جميل اهو. بص اهو احمد قلب العيش اهو، يدخل الصاج تاني، كمان كده على 5 دقايق هنطلع الصاج ان شاء الله تاني وهنوريكم العيش الجميل. شايفين الحاجه؟ شايفين القرص معاكم بسم الله ما شاء الله جميله ازاي؟ احمد بيخرج الحاجه اهو، ما شاء الله الحاجه. بص الله اكبر، الشغل ده كله على النار، يعتمد على النار مش السخونيه. احمد بيقلب الحاجه اهو عشان يغلي القطعه. يا عيني يا عيني على الحاجات الحلوه. بس العيش اهو بس ما شاء الله جميل. ايه؟ اطفي. ده ايه بقى انت اللي بتعمله ده يا احمد ده؟ ده لازم اللي هو في جوه من فوق، وده وش تلميع. وش تلميع. شايفين الشغل؟ حاجة بص، الناس كلها مستنية العيش يا احمد. ادي العيش خرج اهو. يلا يا عم. الزباين هنا، الزباين هنا بسم الله ما شاء الله يعني كلها جايه عاوزه تشكر في المكان لوحدها والله واحنا بنصور. اتفضل قول كده اللي انت عاوزه تقوله. السلام عليكم. اصلا انا زبون باجي ياخد الحاجات دي طوالي، وكل ما ما شاء الله عندهم حاجه نظيفه وحاجه 100 ومفيش كلام والله. بسم الله ما شاء الله. انت بالك معاهم قد كده فتره يعني؟ ايوه فتره. انا بنزل على السودان وباجي راجع، كل ما باجي بشيل كيلو و2 كيلو كده واروح على البيت كل يوم يومين. ما شاء الله بألف هنا. ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر ما شاء الله ألف هنا. الله يعافيك يا شاكرين لك ذوق. مساء الخير، اتعرف بيك. محمد السيد يا فندم معاك. اهلا بيك يا باشا. اهلا وسهلا يا فندم. انت بتتعامل معاهم بقالك قد ايه؟ فوق ال 25 سنه 30 سنه. عشان ايه بقى الحاجه بتاعتهم كلها ولا عشان العيش؟ لا العيش والحاجه بتاعتهم المنتج بتاعهم نضيف بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. بس العيش طبعا ده حاجه على قديمه بتاعت زمان. طبعا طبعا مفيش في المنطقه كلها وفي المربع كله بيطلع الرغيف ده. اللهم صل على النبي. الرغيف ده ما حدش بيعرف يطلعه في الفرن، كل فرن هادي الا الفرن دي فرن طائر.
فرن نضيف، عيش اللهم صل على النبي نضيف، والرغيف يا بيبات يوم ولا اتنين بيفضل زي ما هو طازه كانك لسه طالع من الفرن. يوم ولا اتنين بتانيه زي ما هو. يفضل زي، من غير ما تحطه في ثلاجه ولا في اي حاجه خالص، بيفضل زي ما هو كده. ده غير العيش التاني اللي هو غير اي عيش تاني وغير اي فرن تاني. انا جنب مني كذا فرنه بستخدم العيش ده من على طول، مع ان بيني وبينها مسافه. بس بتجيلهم هم عشان السندوتشات عندك والحاجات دي كلها؟ عشان السندوتشات عندي وعشان بينفع في الرغيف. الرغيف بيعيش معايا يعني ما بينشفش مني، وبفتحه ما بيفرولش معايا. بسم الله ما شاء الله. لا جميل والله، ربنا ان شاء الله يوفقك يا رب باذن الله. شكرا على ذوقك. الله يخليك. شكرا يا زوج.